السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة إن شاء الله جايب لكم فيديو جديد، بس فيديو إن شاء الله هيعجبكم ويعجب طبعا أي حد عنده طموح وعاوز يعمل مشروع طبعا، والستات البيوت طبعا اللي هم عاوزين مثلا يساعدوا أزواجهم في الظروف اللي احنا فيها ديت. وكلنا طبعا أي حد عنده حلم اللي هو يعمل مشروع ويكبر وينجح كده، ومش عيب إن احنا نعمل طبعا مشاريع ونكبرها وننجح فيها. والمشروع بتاعنا سهل جدا جدا وفلوسه قليلة جدا جدا جدا، يعني فلوسه مش كتيرة. المشروع بتاعنا النهارده هيبدأ ب 500 جنيه وممكن تبدأي ب 300 جنيه كمان، مش ب 500 جنيه بس. الصدمه وتبداي اهم شيء. انت لو حوشتي بصي كل يوم جنيه هتعمل 300 جنيه. ايه المشروع بقى بتاعنا اللي هو بيعمل 300 جنيه 500 جنيه؟ تعالى اقول لك على المشروع بتاعنا الجميل والسهل جدا جدا، بس اهم شيء يبقى عندك اراده. المج، شايفين يا جماعه المج ده مج اهو مرسوم عليه، ودي مج تاني اهو، مج تالت اهو. ممكن تحط عليه صور، ممكن ترسم عليه صور اشخاص، وممكن تحط عليه لوجوهات شركات، وممكن الناس بتعمله هدايا في اعياد الميلاد، مجات زي كده. وابدا مشروع ب 300 جنيه 500 جنيه. انا هقول لك ازاي تعملي المشروع ده. بتروحي عند اي حد عنده مجات بيطبع المجات. المج ده بيعمل كام؟ المج ده بيعمل 50 جنيه مطبوع جاهز. انت بقى بتسوقيه مثلا على الواتس عندك، بتعملوا جروب مثلا وتسوقي لزمايلك ناس تعرفيها، او تعملي صفحه على الفيس وتسوقي عليها. المج ده بتعمليه ب 50 جنيه، ده اسمه المج العادي. وفي تاني مج اسمه مج سحري اللي هو كله اسود وتحط عليه الصوره، بتحط فيه حاجه سخنه بعد كده يقلب ابيض ويطلع الصوره. المج العادي بيعمل 50، انت بتطلعيه بكام؟ ب 100 جنيه. يبقى المكسب في المج ده النص بالنص. المج ب 50 بيطلع ب 100، وحسب بقى العميل بتاعك، يعني ممكن تطلعيه ب 75، ممكن تطلعيه ب 80. في تلك الحالتين انت كسبانه. يبقى احنا عملنا من حاجه بسيطه راس مال، وانت قاعده في بيت ولا رحتي ولا جيتي، يبقى اقل حاجه عملنا منها راس مال وساعدنا في البيوت وفي ظل الظروف اللي احنا فيها دي. كلنا اي حد عنده فكره يقول لي عليها برضو لو حد عنده فكره تانية. ده بالنسبه ممكن تعملي راس مال وانت قاعده في بيتك وتسوقي وانت قاعده في بيتك. المج علمك ممكن اي يعني المج ده تحط عليه اي صوره. ممكن تعمل الشركات، في شركه ممكن تقول لك اعملها 1000 مج 500 مج، وتلاقيها ممكن ربنا فتحها معاكي وربنا يرزقك. يبقى انت ربنا رزقك من جنب، وصاحب المكان ربنا رزقه من الجنب التاني، وكلها بترزق من جنب بعض. يا جماعه ما تنسوش يا جماعه الاشتراك واللايك والكومنتات بتاعتكم الجميله، ويا رب اي حاجه اقدمها لكم تعجبكم ويبقى لها فايده معاكم. وقبل ما نختم نصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.